أولتراس شميشة هو الفريق المغربي المشارك في كأس العالم للأندية الخاصة بالكينغز ليج برئاسة ستريمر العالمي والشهير إلياس المالكي، واللي اعلنوا على قائمة اللاعبين اللي غادي يشاركوا في المسابقة، وضمت التشكيلة وجوه جديدة واللي كان من أبرزها نبيل ديرار اللاعب المغربي السابق، وسفيان الشعراوي ورايس الفني نجوم المنتخب في الفوتسال. وشهدت التشكيلة غياب بارز اللاعب مهدي العامري، واللي عبر على الحزن والاستياء ديالو من عدم المناداة عليه للعب في الكينغز ليج، خصوصا وأن اللاعب جاوه عروض من أجل المشاركة في المسابقة وكذلك بأموال مهمة، الشيء اللي خلى علامات حزن كبيرة على اللاعب. وكذلك تم استدعاء اللاعب لولا الظروف للمشاركة في هذه المسابقة. في نظركم شكون هو المسؤول على اختيار اللاعبين؟ وفي نظركم واش الفريق المغربي غادي ينجح في هذا الحدث الكروي الجديد؟